بس سؤال. يا لهوي يا جدعان، ايه يا جدعان اللي بنشوفه ده؟ يا الحلاوه دي ايه يا استاذه ياسمين؟ مش كده يا استاذه ياسمين، احنا كده مش هنقدر يا استاذه ياسمين. ايه يا جدعان الحلاوه؟ بص طالعه من الفيديو، يعني بص حلاوه طبيعيه، مش يعني ازاي في حد يقدر في الدنيا ان هو يسيبك؟ اقسم بالله يعني الفنانه دي استاذه ياسمين صبري مكانها مش هنا، مكانها في العالميه، تمثل افلام رومانسيه بقى والكلام ده. ايه يا جدعان ده؟ مش كده يا استاذه ياسمين، اقسم بالله اللي الشاشات هتفرقع من الحلاوه. ارتباط تاني في رمضان الجاي. ما عنديش مشكلة، الشائعات ما مش بتزعجني، يعني ما فيهاش حاجة خارجة. يا جدعان خفوا يا جدعان، مش كل شويه شائعات والكلام ده، بس كلامها خلي بالك خلي بالك خلي بالك. استاذ احمد العوضي هيتجوز استاذه اياره السكري، ويرجع لكلامي بعد ما يتجوزوا، ويرجع للفيديو اللي انا عملته دوت. هما الاتنين اصلا مرتبطين الايام دي، وهتشوفوا الفتره الجايه هيعلنوا عن الزواج قريب جدا، بس بعد انتهاء التصوير بتاع علي كلاي. يلا بينا. ممكن نبص هنا. يا استاذ احمد حلمي، ايه اللي بتعمله ده يا استاذ احمد؟ يعني حبكت يعني قدام الكاميرات تبوس استاذه منى زكي؟ يعني انت جوزها وكل حاجه وتعمل اللي انت عايزه في اي حته، بس مش كده، مش قدام الكاميرات والكلام ده. من يعني الكلام ده بينك وبينها في اي حته، حتى يعني حته في اي بي، حته خاصه بيكم، مش كده، مش على الملأ. والصراحه يا استاذه منى عامله فيلم جامد جدا. الناس كلها بص، يعني الناس كلها مش عايز اقول لكم، مش عايز اتكلم بس عشان محدش يزعل مني. شايفين خايفين بلاش اقول نشاطة. خليني بلاش اقول عايزين نعرف السر ده حاجة حلوة وجميلة عشان باقي سنجل. الصراحة الفيديو الموجود دوت شفت تعليقات كتير، ناس يعني متغاظة منها وتقول انت كبرتي وانت ما كبرتيش. ما كله بيكبر يا جدعان، يعني انت اللي بتعلقي ما كبرتيش ولا وشك عمل كذا؟ اي حد بيكبر، واي حد بيعدي بظروف بتخليه اصلا فوق يعني ايه، فوق طاقته، ومخليه يكبر يا جدعان. وهي اصلا استاذة ياسمين ما عجبنيش الحته بتقول بقيت سنجل، انت كده بتلقاها على علاقه قديمه بينك وبين استاذ، مش عايز اتكلم عشان ايه، كلكم عارفينه، يعني استاذ محترم وجامد جدا. دلوقتي هو راكب في السوق، دلوقتي راكب السوق في مصر، واعلى اجرا واعلى مشاهده زي ما هما بيقولوا. يا جدعان الحلاوه اللي شايفينها دي يا استاذه، دي استاذه اسمها ميلي علي، دي بلوجر، يعني بلوجر اجنبيه، المفروض تاخد فرصه. ودي لو جت في مصر اقسم بالله هتقعد معظم الفنانات في بيتها، عشان موهبه فنيه زي ما احنا شايفين. يعني لو دخلت في الادوار وبالذات ادوار رومانسيه، بص هتقعد ناس كتير في البيت، وهي فنانه باين عليها فنانه جايه من حته تانية خالص. ويا جدعان اللي شايفينه ده مش كده؟ يا لهوي يا جدعان. دي برضو بمناسبة الأسئلة بتاعت الرجالة لما يجوا يتجوزونا أو يتعرفوا بينا، اتبستي كم مرة والحاجات دي. أنا مش عارفة هما لسه بيسألوا الأسئلة دي ولا لأ، بس هما هو مين الراجل اصلا اللي يقبل على نفسه واللي عنده كرامه يقول للست قبل ما يتجوزها اتبس لي كام مره؟ ده اكيد مش راجل اصلا. وعيب يسال اصلا السؤال ده. ايه يا جدعان اللي بنسمعه ده يا استاذه؟ مش كده، هو انت بتتجوزي نانسي ولا بتتجوزي هيفا؟ ده بتتجوزي راجل، يعني ما ينفعش يسال الاسئله دي. ايه يا جدعان ده؟ ايه يا جدعان ده؟ ده انت يا شيخه طلعتيني. هو في حد بيسال الاسئله دي دلوقتي؟ ايه يا عمي؟